الوزير العمري فاروق يروح ويبتدي يقعد، بس سمعنا اللي فيه امور اتكلموا فيها، مش عارف مكافئات 120,000 جنيه عايز يزودها، ده يعتبر احراج للوزير. فحضرتك اشرح لنا اللي حصل كله. هو اولا احنا سعدنا جدا بقدوم معالي وزير الرياضه ومعالي وزير الشباب، الاثنين شرفونا النهارده في اللجنه الاولمبيه، واذا كان بمناسبه لقاء بعثتنا اللي مسافره لدوره العاب البحر المتوسط. فكان شيء جميل منهم هم الاثنين ان هم يكونوا موجودين. وفي معرض الكلام بدات بعض الاصوات او بعض اللاعبين بيطالبوا بالمكافاه بتاعه الميداليات والكلام ده كله. فالمفترض ان الكلام ده كله كان يتم من خلال الاتحادات، يعني اي مطالبات او اي كلام في بخصوص الموضوع دوت كان يتم بخصوص يعني عن طريق الاتحادات ومن الاتحادات اللي مع الوزاره والكلام ده كله، ما يبقاش على الملأ كده في المؤتمر الصحفي او قدام الاعلام كله. ده كلام مظبوط. الصوره بينت ان يعني انا حسيت ان في مزاد بالنسبه للميداليات الدفع حبذ المجهود ما الدفع. ده كان شيء مشين الحقيقه. هو ده اللي خلاك يعني تغضب يا فندم في المؤتمر؟ طبعا الولاء لمصر لا يقدر بمال طبعا. وبعدين كل لاعب يعني لازم يعرف ان هو بيحقق مجد شخصي له اولا، ان هو يجيب ميداليه بتتكتب له في تاريخه. يعني ايوه مع حضرتك، يعني المفترض الكلام ده كان يتفتح النهارده، ولا زي ما حضرتك قلت من خلال الاتحاد ومن خلال مش المفترض انه يطرح ابدا في مؤتمر زي دوت او على الملأ كده. ده كلام مظبوط. اي لاعب عنده كلام او مجموعه من اللاعبين او اتحاد عنده مطالب ايا كانت، يبقى من خلال القنوات الشرعيه وبعيد عن الاعلام. لان مطالبه الوزاره، روح طالب الوزاره وقول اللي انت عاوزه، لكن ما يبقاش على الملأ كده، لان احنا اولا واخيرا احنا بنمثل قدوه للنشء اللي طالع. اكيد. اذا كنا هنبدا نحط ونغرس في اولادنا ان الولاء للجنيه، يبقى على الله، يبقى على مصر السلام. صح. ده طبعا كلام، انا مع حضرتك، ده كلام محترم جدا. دايما برضو في نقطه حضرتك قلتها، ان ما ينفعش كل حاجه في الاعلام، في بعض الامور لازم تبقى في الغرف المغلقه. ده صحيح. ده صحيح. طب خليني اسال حضرتك النهارده، يعني عرفنا من مصادرنا الكلمه كان بيتكلم المستشار خالد زين، يعني هو الراجل تعدى على الوزير وما اداهوش الكلمه وراح للوزير الشباب اسامه ياسين. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط يا فندم؟ لا، الحوار كان جميل جدا ما بين الثلاث شخصيات الحقيقه، وباقي الشخصيات اللي كانوا موجودين كلهم كان الحوار جميل وكانت قاعده ظريفه جدا. يعني الحقيقه كانت شيء جيد، وهو ده المطلوب. هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه، مهما اختلفنا في وجهات النظر الا اننا لما بنلتقي احنا احباب واخوات وكل حاجه. انا ما شفتش حاجه غير ان كل شيء طيب الحقيقه في اللقاء، بغض النظر عن المطالب وبغض النظر عن بعض المواقف اللي كانت سلبيه ومش عجباني لبعض الشيء، لكن في المجمل احنا جايين نسلم على اولادنا ونحفزهم ونعلي اسم مصر في المحافل الدوليه، ده قبل كل حاجه. وخلافاتنا في وجهات النظر او خلافاتنا الشخصيه لابد ان هي تصغر جدا وتتضاءل قدام اسم مصر ورفع اسم مصر في الخارج. كلام محترم من حضرتك طبعا. حضرتك ناقشتوا اي حاجه عن اللائحه النهارده؟ لا، النهارده ما كلمناش عن اللائحه. يعني نادي الزمالك معترض اكيد على اللائحه بشكل كبير، وطبعا سياده الوزير قال للجنه المؤقته الناس اللي موجوده دلوقتي هي اللي هتدير الانتخابات وكده. تعليق حضرتك ايه؟ احنا كلامنا واضح، وفي قرار مجلس اداره، دي مش كلامي انا الشخصي، هذا قرار مجلس اداره. قرار مجلس الاداره رفض اللائحه الجديده، واحنا متمسكين باستمرارنا بناء على اللائحه اللي انتخبنا عليها، اللي فيها الماده 48 بتقول: ويستمر مجلس الاداره في اختصاصاته حتى لو اكتمل ال4 سنين، طالما يعني انتهت ال4 سنوات في الفتره الغير قانونيه لانعقاد الجمعيه العموميه. فيستمر للحين انعقاد الجمعيه العموميه واجراء الانتخابات. هذا هو العقد اللي احنا انتخبنا عليه. فما ينفعش، احنا رافضين اي تغيير في الموضوع ده.
طب اخيرا، معلش بقى انا جهدت حضرتك، اخيرا مستر فييرا مستمر مع نادي الزمالك ولا لا في دوره البطوله الاخيره اللي هياخد الدوري السنه دي ان شاء الله؟ خلينا نقول برضو ان احنا العقد شريعه المتعاقدين. هناك عقد ما بين نادي الزمالك وما بين مستر فييرا لمده موسم رياضي واحد. اذا الاطراف الاثنين اتفقوا وتراضوا ان هم يجددوا العقد مره اخرى اهلا وسهلا. في طرف اخر رافض فما ينفعش. كل واحد طبعا بيدور على مصلحته، النادي بيدور على مصلحه النادي ومكتسبات النادي الاول. فييرا نفس الشيء، فما نقدرش نقصف حق حد طرف على طرف. اذا هو شايف ان هو استمراره مع النادي مكسب له اهلا وسهلا، احنا بنرحب بيه لان هو راجل كويس. اذا شايف ان هو مصلحته في انه يمشي فمش هتقدر تجبره. طبعا طبعا. ونادي الزمالك ما بيوقفش على حد، لا على لاعب ولا على مدرب ولا على مجلس اداره كمان. دايما بنقول نادي الزمالك نادي كبير، نادي محترم، ليه جماهيريه كبيره جدا، شرف لاي لعيب اللي هو يلبس تيشيرت نادي الزمالك، وشرف لاي مدرب اللي هو يدرب نادي الزمالك. فانا بشكر حضرتك على كلامك المحترم النهارده سياده اللواء صبري سراج. يعني خلينا باكد على نقطه قالها سياده اللواء صبري سراج. دايما الخلاف يا جماعه ما ينفعش يبقى في الاعلام وتظهروا الصوره السيئه، لازم كلنا نتكاتف